في أوقات معيّنة في حياتنا بنُقف كده مش عارفين إحنا رايحين فين، ولا اللي بنعمله ده بنعمله ليه، بنبُص ورا بنلاقي إننا جرّبنا حاجات كتير، تعبنا، اشتغلنا، اتعلّمنا، يمكن حتى حققنا حاجات كنا بنحلم بيها زمان، لكن رغم كل ده بنحس إن في فراغ دلوقتي أو كأن في pause كده في الحياة إن الطريق خلص أو المعنى ضاع. يمكن حسيتِ قبل كده إنِّك مش عارفة هدفِك وإنِّك بتعملي مجهود من غير إحساس بالوجهة. أنا كمان كنت هناك، وعايزة أقول لِك إن الإحساس ده مش ضعف ومش فشل. ومش دليل إنِّك تايهة أصلًا، ده في الغالب علامة إنِّك بتكبري وبتنضجي وبتدخلي لمرحلة جديدة. خلّيني أقول لِك سر صغير، إحنا بنعيش مراحل، كل مرحلة بيبقى ليها شكل وهدف وإحساس معيّن. في مرحلة بنكون بنجري على طول، عايزين نثبت نفسنا، نحقق حاجة، نكمّل تعليم، نشتغل، ننجح، بس لمّا المرحلة دي بتخلص بنكتشف فجأة إن اللي كان بيحركنا خلاص ما بقاش موجود، وده مش لإنِّك ضيّعتِ الهدف، ده لإنِّك خلّصتيه فعلًا. وبدأتِ مرحلة جديدة لسه ما تعرفيش ملامحها عاملة إزاي. اللي بيخلّي الإحساس ده يضايق هو إن إحنا بنتعامل مع التوهان كإنه عيب، بنقول إزاي أكون مش عارفة نفسي بعد كل ده، لكن الحقيقة إن التوهان ده نوع من الوعي الزايد، وعيِك بقى أعمق، بقى شايف تفاصيل أكتر، فبقيتِ مش راضية بأي حاجة. التوهان مش نقص وضوح، التوهان زيادة وعي محتاج بس شوية ترتيب، وعشان كده المرحلة دي بتضايقِك شوية. بس في نفس الوقت هي فرصة جديدة لأنها اللحظة اللي ممكن تغيري فيها الاتجاه فعلا وتبدأي تبني حياتك على أساس جديد، أساس ناضج وحقيقي ومناسب ليكي دلوقتي، مش لشخصيتك القديمة. طيب إزاي نخرج من الحالة دي؟ خليني أقولك كده خطوة بسيطة تساعدك ترجعي تشوفي الطريق من جديد، بس بواقعية، من غير ضغط، من غير شعورك إنك لازم تكتشفي الهدف العظيم من حياتك اللي هيغير حياتك كلها في لحظة. الحقيقة إن مفيش هدف واحد نهائي، في محطات، وكل محطة بتعلمك حاجة وتمهد للمحطة اللي بعدها. كل الفيديوهات اللي بتقولك 4 خطوات مثلا علشان تغيري حياتك، أو فاضل شهرين من السنة علشان تلحقي فيهم تغيري حياتك، أو المفروض إيه العادات اللي تعمليها وهي دي اللي هتعمل لِك نقلة في حياتِك فعلًا، أو أنا بدأت في سِن مش عارفة كام و40 وحياتي اتغيّرت، دي كلّها صح بس جوّه الإطار بتاع إن أنا بافكّر في المرحلة اللي جاية، أو باخطّط للمرحلة اللي جاية. يعني لمّا باعمل عادة جديدة أو باتعلّم مهارة جديدة أو باغيّر شوية في الروتين بتاعي أو في الناس اللي حواليّا، فده معناه إن أنا باروح لمرحلة جديدة ليها وقت معيّن وليها نتايج معيّنة، ولمّا هتخلص هاروح للمرحلة اللي بعدها وهكذا. فدايمًا إحنا بنروح من مرحلة لمرحلة، ما باقتنعش أوي إن في حاجة اسمها هدف كبير أو نهائي، أو هو ده الهدف من حياتي، أو دي الحاجة اللي هتعمل نقلة يعني من اليمين للشمال، وهو ده اللي هيغيّر حياتي تمامًا وهيقلبها وهيعمل المعجزة. كل الفكرة إن أنا كنت في مرحلة معيّنة، كان مطلوب منّي دور معيّن أو هدف معيّن كنت مركّزة عليه، ولمّا اتحقق محتاجة أفكّر إيه اللي المفروض أعمله المرحلة اللي بعدها. طيب إيه الخطوات اللي تساعدني علشان أحدد إيه المرحلة اللي بعدها؟ إن أنا أقبل المرحلة بتاعة التوهان اللي أنا فيها دلوقتي دي من غير أي مقاومة. قولي لنفسِك أنا في مرحلة انتقالية، مش نهاية حاجة ولا بداية حاجة، بس مجرد فترة ترتيب هابني عليها اللي جاي. لمّا تقبليها هتهدي، وهتقدري تسمعي نفسِك بوضوح، لكن لو فضلتِ تهاجميها هتفضلي في نفس الدوامة ما بتنتهيش، ودايمًا حاسة إن أنتِ عطلانة وواقفة ومش عارفة أنتِ رايحة فين، وأنا إزاي بعد كل ده لسه تايهة، إزاي بعد ما كنت أنا معتقدة إن أنا فاهمة نفسي وفاهمة أنا عايزة إيه وفاهمة إمكانياتي أنا برضه لسه تايهة. مجرد إنِك تقبليها هتهدي، وهتحسي إن أنتِ محتاجة بس تاخدي فترة إعادة ترتيب علشان تبدئي المرحلة الجديدة، فخديها كهدنة مع نفسِك مش حرب. تاني خطوة، راجعي نفسِك من غير جلد ذات، اكتبي بصراحة إيه الحاجات اللي كنتِ بتحبيها فعلًا، وإيه الحاجات اللي أنتِ بتعمليها بحماس حتى من غير أي مقابل، وإيه الحاجات اللي بقيتِ بتحسي إن هي مش شبهِك خالص. الحاجات اللي أنتِ هتكتبيها دي هتوضح لِك إن أنتِ فاهمة أنتِ عايزة إيه، وإيه الحاجات اللي ما بقتش تناسبِك، وإيه الحاجات اللي أنتِ فعلًا بتحبي تعمليها. أنتِ مليانة حاجات كتير بس محتاجة تعيدي ترتيبها. تالت خطوة، دوري على نقطة التقاطع. ده تمرين كده لذيذ باحبه جدًا. باعمل 3 دواير، أول دايرة باكتب فيها إيه الحاجات اللي باحبها، وتاني دايرة إيه الحاجات اللي باعرف أعملها، مهارات يعني، وتالت دايرة إيه الحاجات من دول اللي تجيب فلوس. فالدايرة التالتة دي هي اللي بتعمل لي التقاطع ما بين الدواير كلها، حاجة تكون باحبها، باعرف أعملها كمهارة، وفي نفس الوقت ممكن تجيب فلوس. فنقطة التقاطع دي هي الاتجاه المبدئي اللي ممكن تبدئي منه، مش شرط يكون هدف الحياة كله، بس ممكن يكون أول خطوة في طريق جديد. رابع خطوة،
جربي بدل ما تفكري، التفكير الزيادة بيخلي التوهان يزيد. اللي بيصغر التوهان هو إني أجرب حاجة صغيرة من اللي كتبتها، حتى لو تطوع، حتى لو إن أنا عملت محتوى بسيط، حتى لو اتعلمت مهارة بسيطة. التجربة هتفتح لي أبواب ما كنتش أتخيلها. دايما البداية الحقيقية بتيجي من خطوة صغيرة مش محسوبة. وخامس خطوة، إن أنا أفصل ما بين قيمتي وبين النتائج اللي بلاقيها. كتير بنقيس قيمتنا بنتيجة الحاجة اللي احنا بنعملها. يعني أنا دلوقتي مثلا ما عنديش دخل، أنا دلوقتي ما عنديش شغل، أنا دلوقتي ما عنديش نتيجة فعلية تأكد إن الحاجة اللي أنا بعملها دي ليها مردود. بس القيمة الحقيقية مش في النتيجة، القيمة في وجودك، في محاولتك، في طريقتك اللي بتلمس الناس حتى لو محدش شافها. مش كل قيمة بتتقاس بالأرقام. في ناس اتغيرت بكلمة منك لكن ما قالتلكيش. في تأثير بيحصل لكن في صمت. عارفة، أحيانا مشكلتنا مش إن إحنا مش عارفين هدفنا، يمكن مشكلتنا إن إحنا عايزين نعرف كل الطريق مرة واحدة، كأننا عايزين نعرف كده أنا هبدأ منين وهوصل لفين وأبقى شايفة الطريق كله مرة واحدة. بس الحياة مش كده، هي بتبقى طرق بتتكشف لي خطوة بخطوة، بتبان لي خطوة بخطوة. يمكن المرحلة اللي انت فيها دلوقتي دي ما تعتبرش ضياع، هي بس فترة هدوء ربنا بعتها لك علشان تسمعي نفسك من غير دوشة. فخدي نفس واستقبلي المرحلة دي بحنان مش بخوف، لأن اللي هيتولد منها غالبا هيكون أجمل نسخة منك. في نقطة زيادة حابة أزودها في الآخر، وهو إني بحب أدعي ربنا دايما يلهمني إيه الطريق اللي جاي، أو إيه المرحلة اللي جاية، أو إيه اللي المفروض أعمله النهاردة وبكرة وبعده. ما ينفعش البني آدم يعتمد على إن هو بيخطط وإن هو فاهم وعارف كل حاجة وإن هو ضامن أي حاجة. هو إحنا مش عارفين أي حاجة، وما تعتقديش خالص إن اللي عمل حاجة هو مخطط لها زي ما أنتِ متخيلة، أو هو فاهمها زي ما أنتِ متخيلة، أو شايف الطريق كده من أوله، أو ضامن مثلًا إن هو لما يمشي في الطريق ده هيلاقي النتيجة دي. مفيش الكلام ده خالص. كل الفكرة إن إحنا بندعي ربنا وبنقول يا رب ورينا إيه اللي المفروض نعمله، يا رب سهل لنا الخطوة اللي جاية. من هنا بنبدأ تتفتح لنا الفرص والأبواب، أول ما تيجي أستفيد منها وأدخل فيها على طول. وشكرا إنك وصلتِ للنهاية، وافتكري دايما إن التوهان مش نهاية الطريق ولا دليل على فشل ولا أي حاجة. التوهان هو بداية وعي جديد وبداية مرحلة جديدة محتاجة تكوني جاهزة ليها علشان تبتدي. وسلام.